السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي كلامنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بجد يا جماعة، هو ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك ده؟ أنا كراجل أهلاوي ما اتمناش للمنافس، مش هقول عدو لأن هي منافسة يا جماعة أولا وأخيرا، ما اتمناش السوء اللي بيحصل في نادي الزمالك ده. يعني أنا عايز أفهم هو ايه اللي بيحصل جوه نادي الزمالك؟ النادي مهدد بالإفلاس، مطلوب منك 250 مليار جنيه عشان تسد اللي عليك، اللعيبة ابتدت تشتكي، اخوان الفينا اتطرد من الشقه بتاعته. يعني انا عايز افهم بس سؤال، ليه نادي الزمالك وجمهوره دلوقتي النغمه اللي طالعه اديني زي الاهلي وشوف انا هعمل ايه؟ هو انا معلش يا باشا ينفع اجي اديك ولا مؤاخذه التيشيرت اللي انا لابسه ده واقول لك امشي بيه؟ بلاش يا عم. ينفع انت حد يجي يقول لك هات يا باشا عربيتك وشقتك وشوف انا هعمل ايه؟ كلام في منتهى يعني قله العقل. وللاسف الزمالك بيحارب نفسه من جواه. اتفرج على تجربه جون ادوار، انا اشدت بيها في الاول على فكره عشان ما حدش يقول ان انت منافق. ليه؟ لان الراجل جه اتعمل له البحر طحينه والدنيا زبادي خلاط، وجيب لعيبه هات يا باشا، ويروح يتكلم على اساس ان الناس عنده في مجلس الاداره قال لك احنا ممكن نجيب اي لعيب من الاهلي والشيكات المفتوحه. طب فين يا باشا؟ والخزنه بتاعتك ما فيهاش غير 15000 جنيه. ان نادي الزمالك عايش ازمه يا جدعان. الازمه دي مش وليده يوم، الازمه دي ازمه عقود، ديكيتس زي ما بيسموها الاجانب. عقود ان عقليه جمهور ونادي الزمالك والناس اللي جوه نادي الزمالك، اصل النادي الاهلي نادي الدوله، اصل مش عارف ايه ارض اكتوبر ده، مش عارف ايه مين سلط مين علشان طب انت واخد الارض مسقعها بقالك 20 سنه، ولما وصلت لحوالي 100 قيمتها وضعفها جاي تعمل عليها استثمارات وتبيعها. طب انا عايز اقول لك حاجه، ان انت اصلا الارض دي لا قدر الله لو اتسحبت منك انت عليك شروط جزائيه وعليك حاجات لا قدر الله ما تنفذتش، الزمالك ممكن يفلس فيها فعلا، لان الناس هتطلع على المحاكم بقى يا باشا واخد فلوسي. يا راجل ده دلوقتي اللعيبه، كل اللعيبه، وانا حاسس ان الفيفا بيتكلم مثلا مع اللعيبه اللي في الزمالك، يا باشا انت في نادي اسمه نادي الزمالك روح اعمل عليه مصلحه وتعالى اعمل معايا قضيه و50 50 يا باشا، وهلبسه غرامه وهلبسه ايقاف وي. بجد هي دي عقليه وجمهور وادارات نادي الزمالك. للاسف لما كان عندك في نادي الزمالك ادارتين قويتين قدروا يطحنوا وينطحوا النادي الاهلي، اداره الدكتور كمال درويش واداره مرتضى منصور، انت قدرت توصل فيهم في بطولات. لكن الحنكشه اللي احنا بنشوفها دي، اصل احنا بنحتفل بالسوبر، سوبر القاضيه. قاضيه مين يا اسطى؟ قاضيه مين يا عم؟ صدق عصام الشوالي ما قال لك القضيه دي هتقضي على المنافس لمده عقد من الزمن، سنين على ما يتعافى منها، واديك انت هو زي ما انت. طب تاخد الكونفدراليه؟ خدها يا حبيبي، ما بتوصلش افريقيا. انت اصلا بقالك حاجه و20 سنه، 23 ايه، 5 24 سنه ما بتلعبش افريقيا، حتى لما وصلت فيها وصلت نهائيين. صن داونز النجمه بتاعته على حسابك، ونهاية القرن اللي انت راهنت بتاريخك وجهابزتك وعمالقتك اللي هم الاساطير الفاضيه، احمد الطيب واحمد عفيفي، اللي لو حتى طلع حد اتكلم حتى عن حد ولا مؤاخذه في السعوديه بيربطوه في النخله ويجلدوه بالعقال. عرفتوا ليه؟ ان انتوا اصلا الناس عندكم في نادي الزمالك اساطير وهجاصين وناس فاضيه، ناس بتتكلم اللي هو ايه، فض مجالس والبوم والطخ واحنا بتوع الماتش والشو. لكن اداره النادي الاهلي شابوه بجد. اداره النادي الاهلي سيستم معمول من زمان لغايه يومنا هذا. نادي الاهلي بتقول لك اصل انا عايز ابقى زي النادي الاهلي واديني زي، اديك ايه يا باشا؟ اديك عقود رعايه؟ اديك عالميه انا بوصلها؟ انديه بلعب مع انديه امريكا اللاتينيه وبكسبها، بكسبها، وكسبت بالميراس وخدت منه ميداليه برونزيه كاس عالم اللي انت بتتريق عليها وتقول عليها بطوله عينه. الكونتيننتال اللي كانت السنه اللي فاتت مش معترف بيها دلوقتي بقى معترف بيها مع بيراميدز. ما هو عشان بس ايه، هي دي عقليه نادي الزمالك، الازدواجيه في المعايير، ان انا اكيل بمكيالين واقعد اصدر للنادي الاهلي زي ما قلت في فيديو في كاس العالم. يا جماعه خلي بالكم هم بيصدروا لكم مشاكل، ان في اوضه لبس النادي الاهلي في مشاكل وانت ولا في مشاكل ولا اي حاجه، واللعيبه كلها قطمه ومحدش بيفتح بقه. ولما اللعيبه خدت على دماغها نزلت اهي 5 فوز ورا بعض متتاليين ومكافئاتهم بتتصرف. ابسط حاجه انا بصرف للعيبه، ما باخرش مستحقات. يا راجل ده اجوجو اللي مات ليه فلوس عندكم. هي دي مشكله نادي الزمالك، ان انت لما بيبقى عندك اداره قويه
زي مثلا اداره مرتضى منصور، برضه في ناس من جوه نادي الزمالك بتحاربه. ليه؟ عشان الراجل كان وصل بيك نهائي افريقيا ووصل بيك نهائي افريقيا مرتين، وعمل واتكلمت انا عن اداره مرتضى منصور قبل كده. بس للاسف جوه نادي الزمالك ناس ما ينفعش نادي الزمالك يقوم. ليه؟ عشان يا باشا انا مش واكل حته من التورته. عشان انا يا باشا انا ما فيش المصلحه مش عامه عليا يا باشا. هل ده مثلا نادي؟ يعني انا معلش انا مش هتكلم بقى من منطلق اللي هو ايه الشماته والكلام ده. لا يا باشا، انا المنافس التاريخي بتاعي نادي الزمالك. نادي الزمالك لو هبط او حصل له حاجه وافلس او قفل، ايه هبقى القطب الاوحد زي ما حازم امام قال؟ مفيش غير قطب واحد غير النادي الاهلي. يعني مهزله. وطبعا بتطلبوا تدخل الدوله. ادينا اهو بنتكلم اهو عشان بيقولوا اصلنا ننوس الدوله هو النادي الاهلي. زي ما بيراميدز بيتاجل له يا جدعان. بيراميدز بيتاجل له ماتشات. لما كان الاهلي بيتاجل له ماتشات عشان بيمثل مصر بره، لان النادي الاهلي يمثل نفسه. يا اخي سبحان الله، الدنيا دواره وجماهير الزمالك بتدوق من نفس الكاس اللي كانت قاعده عماله ايه تقول بص النادي الاهلي والتطبيل والمحاباه والمداديه للنادي الاهلي. يعني كان الله في عون جماهير الزمالك المحترمه. حاجه تانية بقى ودي اخيره اختم بيها، يعني ايه ولا مؤاخذه واحده مذيعه تطلع تقول لك يا جماعه يا ريت تتبرعوا لنادي الزمالك. انا تشحتوا على النادي؟ وانتوا بتشحتوا على النادي؟ ده انا النادي الاهلي ما عملهاش وبيع الحلق ومش عارف ايه. يا جدعان في ايه؟ وبيع الحلق يا هنومه عشان اسد الديون. يعني قمه العار والله العظيم. مجلس اداره، يعني انتوا وصلتوا نادي الزمالك للحضيض. انا ما اتمناش للمنافس بتاعي كده. انا كاهلاوي ما اتمناش للزمالك اللي بيحصل فيه كده، لان دي كده عار على المجلس. انتوا اللي عملتوا كده في نادي الزمالك للاسف. انا كاهلاوي انا بتفرج عليك من بره. انت جبت جون ادوار والراجل كان عايز يمشي بالتجربه كويسه والدنيا حلوه لما انت كنت متصدر. اديني نمت صحيت، ايه ده انا كنت في ال 15. طب انا طالع عشان اجيب الاول. فاضل لي ماتش وهتصدر ان شاء الله وهكسبه ان شاء الله. هي دي مشكله نادي الزمالك من جواه. عارف لما انت كنت جايب اداره قويه زي دكتور كمال درويش او المستشار مرتضى منصور، كانت الدنيا ماشيه. على فكره انا اشتغلت جوه نادي الزمالك، كنت شغال في قطاع في لعبه تدريبيه. وعايز اقول لك نادي الزمالك ده طول ما في ناس جواه بتنخر زي السوس، نادي الزمالك ده عمره ما هيتقدم. لو الناس تبدي مصلحه النادي زي ما كان بيحصل في مجلسين الاداره اللي ذكرتهم دول، نادي الزمالك هتلاقيه بيتقدم وبياخد افريقيا وبيلعب ويعمل. لكن طول ما يا باشا ما كلها ماشيه مصالح ودايره والناس عماله بتقطع في بعض، صباح الفل يا باشا. بح. انا ما اتمناش ان الزمالك يعني يعلن افلاسه ويهبط، لان يعني طبعا انت لو اعلنت افلاسك انت هبطت. ودي ما فيهاش كلام. زي ما حصل في بوردو. نادي بوردو لما اعلن افلاسه كان في الدرجه الثانيه، نزل الدرجه الثالثه والنادي اتباع. للاسف انت دلوقتي الزمالك والزملكاويه بيناشدوا الدوله ان هي تفرج عن ارض اكتوبر، حتى لو ارض اكتوبر تم الافراج عنها. انت يا باشا انت ملتزم ان في عقود، وانت بعت الارض اصلا اللي انت واخدها علشان الاستثمار. انت واخدها عشان الاستثمار، فانت المفروض انت اوبليجيت او ملزم بعقود ان انت تنفذ الاستثمارات دي. بس للاسف فين السيوله؟ واحد بيقول لك انا الخزنه فيها 15000 جنيه. لا يا باشا، انت تجيب بومب وبلالين وتفرقع وتعمل احلى احتفاليه بافلاس نادي الزمالك. هو ده اللي اقدر اقوله حسن لبيب رئيس النادي الموقر. الحمد لله على ان الاهلي نادي قوي، والعظمه لله طبعا. مخلينا مفتخرين بيه في المحافل الدوليه والمحافل العالميه. ربنا يتولاكم ايها الزملكاويه، وربنا يديم عليكم عقليات احمد عفيفي والزملكاويه اللي فاكرين ان انتوا نادي القرن وانت تتفرج على ازماتك. السلام عليكم.